السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. يلا بقى نعمل بالصابون بالزيت اللي هو بتاع الجليه، بتاع السمك، بتاع البطعميه، بتاع البرنجان. نعمل شويه صابون سمر كده للبيت. هنصفهم معاكم. انا صفيتهم على فكره مره قبل كده يا ولاد، مش اول مره صف. اهو الزيت ده انا بلمه من جلية السمك، جلية الطعمية، وجلية اي حاجة بقى. اي زيت عندي وسخ مش ليه لازمة بعينه، بس مش يعني ايه، مش برمي حاجة. صفينا الزيت وخلصناه ونضفناه خالص اهو، مفيش اي حاجة خالص اهو. لانك ورا لو زيتك وسخ تصفيه مرة واتنين. انا صفيته على فكرة مرة قبل ما اجيلكوا هنا، يعني صفيته مرة بالشراب، شراب قديم عندي ماليش ريحة اللازمة، صفيته وبعد كده بقى جبته بمصفى نضيفة خالص اهي. دي مش من المصفى اللي بقى على فكره بصفي بها الزيت، في مصفى تانية قديمه بصفي بها الزيت، بس دي يعني بستخدمها لاي حاجه هنضفها تاني واغسلها برده واعينها لاي استخدامات البيت يعني. هنعمل بقى مع بعض الماده الكاويه. نحط ده ربع على فكره ماده كاويه، وكل بلد طبعا بتسميها اسم، يعني احنا بنسميها عندنا ماده كاويه. وربع اللهم صل على النبي رتل ميه عليه اهو. تبقى وش كده حطيه يبوش في ريح منك، اما تقلبه وتخلصي وترجعي بقى تاني على الزيت. احنا حطينا ده على الميه وسيبناه وركناه في ريحنا، والزيت اهو في ريح مننا. ومصفيه 5 ليمونات، حطهم اهم وعاملاهم في البتاع اهو، في علبه صغيره، في كوبايه، في اي حاجه موجوده عندك. على فكره الحاجات دي كلها يعتبر ما لهاش لازمه بقى عندي، انا هرميها. تحط بقى ايدك كده تصفي اي حاجه، اي وراثه من بتاعه الليمون، ما تخليهاش تنزل في الصابون معاكي. لو انت حاسه ان انت ايدي تجلد معلش. صفي كده. على فكره الصابون ده اللي بعمله على طول وكويس حلو. انت كده كده مفيش بيت مفيش على فكره زيت وسخ يا ولاد، كل البيوت فيها زيت وسخ ومالش لازمه اهو. شوفوا دي المفروض ما ينزلش الصابون، الحاجات دي احطها في العلبه تاني اهو. هغسل ايديا واجيلكوا تاني اهو. بعد كده هنقلبنا اهو، نقلبه بقى شويه في الليمون في الزيت زي ما انا بقلب كده. نقلب كده مع بعض لعين شويه وادي جايبه بريل. انت بقى لو انت عندك كنشات يوسف يجيب لي البريل ده، جاب لي بريل من الصغير، جاب لي 5 بواكي يبقى 10 اهو معاكم. 4 يا ربي مش 5، الواحد ب2.5 اهو. لو انت عندك بقى بريل من اللي هو الكبير، اللهم صل على حضرة النبي، اللي هو البريل الخمسة اللي هو ب5 يعني، دي ب2.5 الواحد هنصفيه. هفضي البريل واجيلكوا تاني فضينا البريل كله ال4 بواكي اهو، فضيتهم كلهم اهم وهركنهم بقى في جنب. واقلب بقى لما لون اللي معايا الزيت يفتح. كل ما تقلبي كل لون الزيت معاكي ما يفتح ويبقى كده فله فله. على فكره كل حاجه تنفع في البيت يا ولاد، اي حاجه تنفع في البيت. الزيت دي ما الناس قاعده بتلف عليه طول النهار بيزعجوا عليه ويقول لك الزيت الوسخ الزيت الوسخ. طب ما احنا هنعمله في البيت واي حاجه تنفع في البيت. النهارده البيت كل يوم عايز صابون. وامي الغساله بتبطل، انا غسلت والله ما بتبطل يا ولاد، كل يوم ما كفاش دور واتنين في اليوم، ما بتكفيهاش والله. الواد محمد ويوسف دول ما بطلوش. اي بيت في عيال على فكره ما بيبطلش غسيل. يعني ما نعمل حبه زيت، يعني انت لو عملتي عيار زيت هيكفيك بتاع 15 يوم، هتكوني جمعت عيار تاني. يعني انا بيكفيني مسافه ممكن يعني يبقى في فاصل اجيب 20 جنيه 30 جنيه يكفيني عم اعمل الفاصل تاني، عم اعمل صابون تاني، ارجع اعمل الصابون تاني. وكله مصلحه في البيت، كل واحد بيجي ياكل عيشه يا ولاد. هنعمل ايه؟ مش عارفه الغلا اللي الناس عايزه فيه الدين. ربنا يعينكم ويعيننا اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقنا احنا وانتم
بحاول تكبروا قناتي كده شويه وتفعلوني كده يا ولاد، زودوا قناتي. شوفوا لون الزيت فتح معاكم ازاي. عاد الصابونه هيبقى لون الصابونه بني، وهوريها معاكم مرحله مرحله لعند ما ينشف واقطعه واحطه بقى للبيت اهو لعند ما نقطعه. وانت بقى عندك عايزه تحطيه في كرتونه، عايزه تحطيه في عندك مثلا اللهم صل على حضره النبي صينيه كده بحرف ولا حاجه حطي فيها. ما عندكيش هاتي كرتون، اي كرتون ارتفاع الصابونه اللي انت عايزاه. يعني عايزاها تخينه هتجيبي كرتونه حرفها عالي، هتجيبي مثلا كرتونه عاوز انت عايزاها جيده حرف كرتونه يكون حرفها واطي اللي انت عايزاه. هقلب معاكم وهعمل الماده الكاويه وارجع لكم تاني. اهو يا ولاد قلبنا اهو عملنا الماده الكاويه اهي. بس خلي بالكم الحاجات اللي تعملوا بيها اعملوا حسابكم هي مش عاده تستخدم في البيت. اهو تقلبيه بقى على بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يحسن ما بين ايدينا يا رب احنا وانتوا. وتقلبي برضه انك تقلبي بس اعملي حسابك اللي هيجي على ايدك هيبهدل ايديك بالراحه كده وانت شغاله. اعملي بحاجه ملهاش لازمه، اي حاجه ملهاش لازمه عندك يعني ما عدتش تستخدمها للاكل ولا الحاجه. هقلب شويه وارجع لكم تاني. افتح. اهو قلبت يا ولاد شويه اهو. شوفوا عمل رغاوي ازاي. عمل رغاوي خالص معايا اهو. اهو شوفوا الرغاوي اهي. الرغاوي طبعا باينه على الكاميرا خالص معايا اهو. هنحط بقى الدقيق بس بالراحه خلي بالكم من ايديكم. على فكره النطر نقطه على ايديا مجايده نار في ايديا. انا بحاول اعرفكم برضه. خلي بالكم هيعمل لك كميه حلوه. الكيلو الزيت بيعمل كميه حلوه صابون. خدوا بالكم من الكلكعه برضه، يعني كل ما تدوبها هيفك معاكي. شفت الحلويات اللي بتاع اللهم صل على النبي الكيكه وانت بتجلبيها كده ايام ما كنا بنعمل كيكه على ايدينا. انا على فكره لسه بعملها على ايديا يا ولاد بس ما عنديش مضرب ولا الكلام ده. ربنا يرزقنا احنا وانتوا. بتجلبي كده عندي ايه عشان الكلكعه. هجلبه وارجع لكم تاني. شوفوا يا ولاد اهو شوفوا القوام اهو عامل اهو. شوفوا اهو قدامكم وانا عامله جايبه معايا عندي اللهم صل على النبي صينيه بعمل عليها اي حاجه يعني. شوفوا الصينيه اهي ملهاش لازمه بعمل عليها حاجه يعني هي ظروف زي كده بس. حط مشمع اهو نزلي بقى عليها اهو انتوا شايفين كده. هظبطه على الصينيه واجيلكوا تاني. اهو شوفوا عملت اهو بصوا جونت وسويته وحطيت نقطه زيت في الحله اللي كنت عامله فيها الماده الكاويه وبس ايدي واقوم عامله كده الوش مسويه بايدك. لو انت بقى بتعملي اللهم صل على النبي انا مش عندي المعلقه الخشب يا ولاد مش هضحك عليكم. لو انا ما عندكم معلقه خشب طبعا معلقه الخشب بتسيب اي حاجه ما بتمسكش فيها، لكن الحاجه الالومنيا اللي بعمل بها المقصوره الالومنيا اللي بعمل بها دي بتمسك فيها. قمت حيشاها وعامله كده بهذا المنظر ساعه كده ولا حاجه. وهجيب الكوبايه واعمل فيها بقى ايه زي نظام ختم كده فيها هشكل. هعملها برضو معاكم بس حافظوا على ايدكم عشان شوفوا ايدي اتنطرت عليها نطر عليها ميه الماده كاويه واتعملت ازاي اتحركت ازاي. حافظوا على ايديكم. انا حاولت اوريها لكم برضه عشان تخلي بالكم اللي يعمل ولا حبه كده وهنرجع مع بعض تاني. شايفين الصابون بعد ما عملناه بس مش عارفه يا ولاد هو لونه ابيض ليه. كل مره بيبقى لونه البريل مختلف عن كل مره لما بجيب البريل الاخضر. مش عارف برضو لو طلع وحش هنزله لكم برضو عشان تعرفوا الطريقه. يعني انا شاكه ان البريل لعب في البريل. هقلبه وارجع معاكم تاني. البريل اهو يا ولاد احنا قلبناه مع بعض اهو وهنقطعه برضو مع بعض اهو. على فكره اللون اللهم صل على حضره النبي دي لون المشمع. المشمع كان في طبق دي لون المشمع هنقطعه اهو واوريلكوا برضه. هقطعه وارجع لكم تاني. قطعته اهو هوريلكوا برضه حتت متقطعه بس هو لسه ما نشفش على فكره لسه ما اتقطعش.
اهو. هو حلو كويس بس مش عارفه لونه مش مظبوط، زي ما يكون من لون البطاطس. هو يوم ما بجيب البطاطا اللي بتاع اللهم صل على النبي، اتلخبطت معلش. البريل انا بعمله على طول بالبريل الاخضر، يعني اللي يعمل الصابون لازم يعمل بالبريل الاخضر يا ولاد. البريل اللي كنت جايباه اللي هو اللي عمله كده. وهعرفكم برضو الطريقه، هرغي معاكم وهعرفكم. وهي بدخل الصحيرة على فكره. على حتة شفته بقى. وقفت كده حطه اتنين. الساعه 12:05 اهو. شوف الرغوه اهو، رغوته حلوه بس اللي يعمله يا ولاه ما يعملش من البريل اللي هو الاصفر ده، نصيحه يعني. يعني خليكم في البريل الازرق. البريل الازرق حلو، البريل الازرق انا بعمل بيه على طول كويس مش وحش. لكن البريل الاصفر مش كويس. الله يسهله بقى، بتاع المحل هو اللي اداني الولا ومش حلو. هو الرغوه حلوه خالص اهو، والرغوه بتاعته بيضه وجميله خالص اهو. هو كويس، هو ناجح يعني، مش نقدر نقول ان هو وحش. والصابونه فيها ليان وحلوه طريه، يعني مش لا ناشفه ولا طريه، ولا ناشفه ولا ايه ولا طريه جو. بس المشكله في البريل، يعني نصيحه مني، انا بقول لكم على الصراحه واللي انا بجربه في بيتي، ان انتوا تعملوا من البريل الازرق، سيبوكم من البريل الاصفر. وما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر وننزل كل جديد. ويا ريت يا ريت تكبروا القناه شويه عشان يعني نفضل مع بعض على طول. ربنا يعني يجعلنا كده عايشين مع بعض. احنا كنا عيله بسيطه وزدنا معاكم، انتوا عدتوا العيله الجديده بتاعتي اللي هي انا كنتش احلم يعني ان انا اوصل اللي انا عدت فيه. انا كنت عدت يوم عن يوم بزيد والحمد لله، وربنا يعني ينجح مشروع على خير يا رب. والسلام عليكم.